ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ قولوا لنا كده ايه رايكم في الدروس لحد النهارده، وهل انت فعلا مستفاد ولا لا؟ ولو انت عندك اي اضافه حاببني ان انا اظبطها لك في الدروس اللي جايه يا ريت تقول. في الدرس ده هنتعلم حاجتين مهمين جدا. اول حاجه احنا هنشتغل في الكاليجرافي باذن الله ان شاء الله. مع نهايه السلسله دي اوعدك ان انت هتكون بتكتب كاليجرافي كويس جدا، لان احنا هنكتب ياما قوي 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 قوي، وهنتعرف على كل التولز بتاعته وازاي بتظبط البرش بتاعته. ورقم اتنين هنبتدي ان احنا نتعرف على الاي اي تولز ان شاء الله. تكون التريكات في الدرس ده مفيده ليك ومستني التطبيق بتاعك. لكن وقبل ما نخش في الدرس اوعى تكون لسه ما عملتش اشتراك في القناه وفعلت الجرس، عشان هيفوتك فعلا اقوى سلسله على اليوتيوب كلها هتشرح معاك الاغلفه من اولها لاخرها. فيلا بينا نخش في الدرس على طول. ميعادنا النهارده مع الدرس رقم 5 من سلسله تعليم الاغلفه. اتمنى ان شاء الله تكون السلسله دي مفيده ليكم، ويا ريت اللي عنده اي اسئله او حابب ان احنا نشتغل اي حاجه معينه يبعتها لي. كده كده ان شاء الله هنلتزم بالدروس اللي احنا متفقين عليها، لكن مفيش مانع من ان احنا نرد على اسئله معينه او نشتغل حاجات معينه لو الناس عندها اسئله في حته معينه حابه انها تتعلم. الغلاف النهارده شباب اللي هنشتغله هو الغلاف ده. ازاي ان شاء الله هنعمل حاجه زي كده، ازاي راعينا التقسيمات بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها في الدرس الاول اللي هو درس الاساسيات. وزي ما اتفقنا ان احنا كل درس لازم ننوه ان انت لازم تروح تتفرج على الدرس ده، عشان الدرس ده مهم جدا جدا جدا، وهو ده ان شاء الله اللي هيخليك تقدر انت تعمل غلاف بشكل سليم، سواء من الديزاين وحتى بعد البروسيس والطباعه بتاعته والتقفيل بتاعه. المهم النهارده هنتعلم شويه ادوات اي اي تول. هنتعلم الكاليجراف او بدايات الكاليجراف، ازاي بكتب كلمه زي دي اللي هي الزغبي، كتبناها ازاي وازاي شكلناها وعلى البرنامج ايه. بعض الاضافات اللي انت ممكن تكون شايف ان هي فيها تفاصيل ياما، لكن هنكتشف دلوقتي مع بعض ان الموضوع يعني اسهل ما يمكن. فيلا بينا كده ما نضيعش وقت ونخش في الدرس على طول ونسمي الله. هنفتح طبعا المقاس بتاعنا اللي احنا كلنا حافظينه، اللي هو مقاس 43 في 30 على سنتيمتر. وقلنا الرسوم بتاعنا نخليه ار جي بي دلوقتي، زي ما اتفقنا في كل مره ان احنا في الار جي بي بنحتاج اكستنشن وفيتشرز معينه بتكون موجوده جوه البرنامج بنشتغل بيها. وبعد كده ان شاء الله بنبتدي ان احنا نحول البرنامج بتاعنا تاني، او بنحول الديزاين بتاعنا تاني سي ام واي كي، مع الحفاظ بنسبه من 90 ل 95% على الالوان اللي احنا ان شاء الله هنشتغل بيها. هندوس دلوقتي اوكي يا شباب. نبتدي ان احنا نقسم الغلاف بتاعنا من الفيرتك 21.5 سنتيمتر، وهناخد 1 سنتي في كل جنب. تاني يا شباب درس الاساسيات هسيبه لكم اللينك بتاعه في الاي فوق، يا ريت الناس كلها ترجع له علشان محدش يفوت الاساسيات اللي احنا بنتكلم فيها دي. وادي الكعب بتاعنا سنتي من الشمال، سنتي من اليمين او العكس، عندي مشكله في الاتجاهات. طيب المهم الماتيريال بتاعته انا كنت مجهزها زي ما انتم كده شايفين. دي الخلفيه اللي احنا اشتغلنا بيها. طيب الخلفيه دي انا جبتها منين؟ برضو سريعا كده تعالى نعرف السيرش بتاعنا بيشتغل ازاي. انا فتحت البراوزر بتاعي ورحت على بنترست، وهنكتب مثلا وورلد ماب بالشكل ده. هتلاقي حاجات ياما جدا شبيهه باللي انا اشتغلت فيها. مثلا دي حاجه شبيهه. طبعا انا بخش على الصوره اللي عجباني وابتدي ان انا بسيرش عن الحاجات الشبيهه لنفس الموضوع. مثلا دخلت كده وهكذا، هتلاقي نفسك وانت بتسيرش رحت على تقريبا نفس الصوره او بنفس الايدنتيتي اللي احنا اشتغلناها. تقريبا هي دي الصوره اصلا، اهي بالظبط هي دي نفس الصوره احنا خدناها. تعالى بس ماشي، تعالى ناخدها من الاول كده نشتغل بالصوره دي اهي، لان انا معلي شويه الساتوريشن بتاعها. اخدتها كده كوبي، كنترول في جوه البرنامج على طول، وابتدي ان انا اكبرها بالشكل ده. تمام. بعد كده كل شباب الخلفيه دي، يعني كل الباقي من الخلفيه ده كل ده معمول جنريتنج اي اي. ازاي؟ بكل بساطه من جوه البرنامج بعمل كده سيلكت على حافه الخلفيه دي في الشيفت عشان اضيف سيلكت تاني فوق. بصوا بروح على الحواف علشان
التفاصيل اللي انا محتاجها ما تتاثرش. واروح هنا برضو نفس الكلام، وارجع هنا من تحت نفس الكلام، وكليك يمين واقول له جنريتيف فيل، يبتدي هو يجنريت او يكريت حاجه من دماغه. طبعا اللي هيطلع دلوقتي من ريزلت مش شرط يكون هي نفس النتيجه اللي موجوده في الغلاف الثاني. احنا طبعا في كل مره بنجنريت الموضوع بيتغير، لكن انا عايز اوضحه لك ان الموضوع يعني بسيط جدا. زي ما انت شايف هو الريزلت اللي طالعه. ممكن بقى انت تختار اي حاجه انت شايف ان هي مناسبه. بس يعني هو للاسف انا مفيش ولا حاجه عجباني قوي يعني. احنا ممكن نقول له جنريت تاني نشوف كده هيعمل ايه. نفس الكلام برضه يا شباب، يعني الجنريت بصراحه اللي طالع مش قد كده. طيب تعالوا نحاول مثلا نكون محددين اكتر في الجنريت اللي احنا عايزينه. يعني سي مثلا هنعمل نفس الحركات اللي احنا عملناها، ونكتب مثلا كلمة بوكس عشان مثلا يطلع لي حاجة شبه اللي احنا شفناها في الريفرنس. طيب يا شباب، بعد معاناة يعني واضح ان الجنريت مش راضي عننا النهارده، فاحنا تعالوا كده ايه يعني هنحاول نحل المشكلة بطريقة مختلفة. طيب احنا دلوقتي هنعمل جنريتيف فيل للمنطقة دي بس. هنعمل المنطقة دي بس كده ونقول له جنريت يا معلم. اخليه بس يكمل لي الصورة من الفيس بس، وفي الظهر احنا هنروح نجيب استوكات تانية شبيهة بالاستوكات الموجودة في الغلاف، او ممكن نجيب الاستوكات في الغلاف على طول ونكمل بقية الشغل بتاعنا. تمام، يعني زي ما احنا شايفين هو كملها حتى بشكل ظريف قوي. يعني الحاجات دي بتبقى حلوة جدا لو انت ظبطتها في الغلاف بشكل كويس، ممكن نشتغل منها على طول. ممكن نخرج بره السياق بقى النهارده كده مع الغلاف، بما ان الجينيريت طلع بالمنظر الحلو ده. ممكن مثلا نجيبها على جنب كده شويه، ونبتدي نشيل الزيادات البيضاء اللي هو جابها لي. وتعالوا نروح تاني على بنترست كده ايه، وننزل نجيب صوره تانية للباك او للظهر تليق مع الشغل بتاعنا. يعني انت لو قعدت بقى تنزل كتير، لو دورت كتير ان شاء الله هطلع حاجات ايه كويسه. يعني مثلا المكتبه دي شايفها حلوه قوي ولايقه مع الموضوع. تعالوا كده نشوف كده الدنيا بتقول فيها ايه. تعالوا ناخدها كوبي ونقلبها كده فليب هوريزونت، ونخلي المكتبة ظهرها الباك كده بالطريقة الحلوة دي. وتعالوا نكملها بالاي اي. هاتها بس تحت كده الاول، نشوف الاي اي هنجنريت يطلع لنا ايه. ماشي، حلو جدا. تعالوا بقى احنا عايزين نحافظ على اللون الابيض اللي كان هنا، علشان كان مدي لمسه حلوه جدا مع شكل القطايه كده اللي حصلت هنا. فممكن نعمل ماسك ونروح على اسود في الفاضي، ونبتدي ان احنا نشد بالطريقه دي. جميل. حاسس ان الباك جراوند ممكن تبقى غامقه. تعالوا كده نبص عليها. احسن كده كتير. تمام يا شباب، دي كده الخلفيه ان شاء الله هنستقر عليها. تعالوا بقى نظبط شويه اضاءات ونظبط شويه الوان قبل ما نبتدي نحط بقيه الاستوكات بتاعتنا. هنروح على فلتر كاميرا رو، بنمسك الخلفيه الاولانيه كده. تعالوا نعلي الساتوريشن بتاعها شويه، هنغمقها كده شويه، ونعلي الساتوريشن شويه، نعلي اللايتس، وتمام كده. بصوا كده اختلفت كتير ازاي. هنروح برضو هنا هنقلب دي على كونفرت سمارت بو، علشان الماسك اللي احنا عملناه ما يتأثرش، او مش هو اللي يجي على الافكت. فاحنا هنروح على كونفرت سمارت اوبجكت، ونرجع تاني نحولها لريسترايز لاير. بعد كده هنروح برضو على فلتر كاميرا رو، ونبتدي نعلي الساتوريشن برضو شوية، ونقلل الاكسبلوجر شوية، ونعلي اللايتس شوية، وندوس اوكي. خلاص كده احنا قربنا كده الدنيا من بعض.
بعد كده جبت استوكية اللي هي فيها الورقة دي علشان نبتدي نكتب عليها كلمة الزوم. طيب ليه يا سينيور ما كتبتش على الخلفية على طول؟ وزي ما قلت لكم احنا في السلسلة دي هنركز أكتر على ليه مش ازاي، لأن ازاي سهلة زي ما قلنا من يعني في كل الدروس اللي فاتت، إن ممكن مجرد ما انا ابعت لك الديزاين اقول لك قلده انت كديزاينر، لو انت عندك البيزكس هتعرف تقلده كويس، لكن ليه عملنا ده هي دي اللي تفرق معايا، وهي دي اللي هتفرق في مستواك ان شاء الله، هتخليك تعمل اي حاجه انت شايفها بافضل شكل كمان، يعني هتخلي انت هتطلع الحاجه كمان احسن من الريفرنس اللي جاي لك. فليه احنا عملنا ده؟ لان المخطوطه دلوقتي اللي احنا هنكتبها مع بعض، المخطوطه دي محتاجه تكون ظاهره، محتاجه تكون واضحه، محتاجه ان هي تتقرا كويس. فهنا في زحمه، الزحمه دي لما تيجي تحط عليها التايبو بتاعك مش هيقرا كويس، او هتحس ان الموضوع بقى فيه تشتيت. يعني تعالى دلوقتي ايه مثلا نكتب، او مثلا تعالى ناخد المخطوطه اللي موجوده هنكتبها دلوقتي مع بعض، بس انا عايز بس اوريك المثال. سي مثلا حطها هنا، حلو. زي ما انت شايف كده ايه الموضوع بقى فيه زحمه كتير، حتى لو احنا غيرنا اللون مثلا من اللون الابيض زي ما انت شايف برضو ايه الموضوع فيه يعني اوفر فيوز، يعني في حاجات انت شايف حاجات ياما قوي. غير هنا الموضوع هادي يا دوبك، هي الخلفيه لذيذه والكلمه واضحه جدا عليها، انما هنا في زحمه، فاحنا ما بنحبش الزحمه دي. دايما طالما الباك جراوند بتاعتك فيها شغل خلي العنصر بتاعك بسيط. طب لو العنصر بتاعك هو اللي فيه شغل دايما خلي الخلفيه بسيطه، يبقى اعكس دايما الباك جراوند فيها شغل ياما، يبقى العنصر اللي حط عليها يكون بسيط وهادي عشان يبان. طب لو احنا عايزين الشغل بتاعنا يكون في التايبو نفسه هو اللي فيه شغل ياما وفيه افكتات ياما، خلاص يبقى هدي بقى اللعب في الخلفيه علشان يبقى حاجه بتظهر حاجه. خلاص. فانا لما رحت اجيب الورقه دي هتكتب كلمه اولد بيبر مثلا على جوجل، هتطلع لك ورقه ياما جدا من نفس الطريقه كده، وبدات احطها هنا. طبعا انا جبت برضو الورقه دي علشان هي حاجه ليها دلاله برضو تاريخيه، اللي هي مثلا زي الفرامون والكلام ده. هنقطع كده. طبعا بصوا مش حاجه على الشمعه، يعني انا بحاول ان انا احط الحاجه تكون هي برضو يعني نعمل مانيبيليشن كده او دمج بسيط بينها وبين الخلفيه، وكأن الورقه دي فعلا كانت موجوده على الترابيزه دي فوق الخريطه. فانا هحطها بالشكل الحلو ده. بعد كده عشان خاطر نميكس الموضوع تعالى نرسم شادو للورقه دي. هنروح كده تحتها ونفتح لاير ونبتدي ان احنا نرسم الشادو بالطريقه دي. نيجي كده من ورا الحبل ده. طبعا يا جماعه البين تول مهمه ولا غنى عنها، ولازم تكون بتعرف ترسم بيها اكتر ما بتعرف كمان تقص بيها. خلاص. هاتها كده من الحواف كلها، حاول كده ايه بشكل عشوائي كده يعني ترسم الحدود دي، عشان الحاجات دي دلوقتي لما احنا نيجي نعمل لها جاس بلور هتدي معانا شكل حلو جدا. وكنترول انتر، وابتدي يروح على جريدينت اسود في الفاضي، اتاكد ان انت على اللون الاسود. جميل. وابتدي اسحب كده من فوق لتحت بالشكل ده تاني. جميل كده احنا عملنا الظل بتاعنا. هنروح على فلتر وبلور، جسم بلور، ونبتدي ان احنا ننعم الشادو ده كده شويه. ممكن نديله كمان كنترول جي دوبليكيت عشان خاطر يبان من هنا. جميل. طيب هو طلع من هنا، لو انت فاكر ان الخلفيه دي لوحدها تعالى نعمل له كليب ماسك بالت ما بين الليرين وقول ندخله جوه. خلاص وكده دخل جوه واداني الشادو ده. طيب الشادو ده تقيل قوي، لو انت حاسس ان هو تقيل ممكن نبتدي ان احنا نعمله باوتي بلاي ونبتدي ان احنا نخففه كده شويه بالطريقه دي. طيب بعد كده ممكن اروح على لاير واعمل كمان لاير جديد، واروح على حافه الورقه بس ادي لاير كمان خفيف قوي كده. ليه؟ لان الورقه هنا لازقه او موجوده بشكل مباشر على الترابيزه، فلازم يكون في شادو واضح وصريح موجود عليه. خلاص كده الموضوع تحس ان هو ايه بقى واقعي اكتر. ممكن كمان نعدل الوانها من كاميرا رو، نزود الساتوريشن بتاعها علشان تمشي مع الالوان الخلفيه بتاعتنا. دوس اوكي. خلاص كده
كده احنا جهزنا الشغل بتاعنا. تعالى بقى نعرف ازاي كتبنا الكلمه دي قال زومبي. اول حاجه احنا رحنا على الستريتور، بدأنا نفتح الستريتور. بعد ما فتح كده معانا شباب كده الستريتور، هنروح على نيو فايل ونجيب مثلا مقاس الاي 4 وندوس كرييت او اي مقاس، يعني مش شرط، انا يعني بنجيب مقاس الورقه الطبيعيه وبنبتدي نشتغل بالفرشه. عندك في الستريتور في فرشتين، الفرشه دي والبولد براش تول اللي هي البين براش اللي هي البراش العاديه، والبولد براش دي اقول لكم الفرق دلوقتي بينهم سريعا. يعني البين براش دي بتدي ستروك، لكن البولد براش دي بتدي فيل. الفيل اللي هي طبقه لونيه كامله، انما الستروك اللي هو بيدي خط واحد وبتدي ان انت تعدل عليه. فاحنا بنشتغل بالفيل علشان التعديل على الفيل بيبقى اسهل اكتر. فانا هروح على البولد براش تول، وطبعا في المفروض هنا ادوات بتبقى ظاهره، لكن الادوات هنا معاك مش ظاهره، مخفيه. هقول لك دلوقتي تظهر ازاي. انت بتروح على الورك سبيس بتاعتك وبتتاكد ان انت شغال على البينتنج. البينتنج ده هو ده اللي هيظهر لك الوان، هيظهر لك التولز بتاعه الرسم وبتاعه الفرش. فدوس كده عليها هتلاقي الورك سبيس بتاعتك كلها اتغيرت، بدات هنا شويه ادوات تظهر. هنروح على البراش رقم 3 من ناحيه اليمين ونبتدي ندوس على 2 كليك. احفظ بقى معايا الاعدادات دي، كل الراندوم ده بيبقى فيكسد، واعدادات الفرشه اللي انا بشتغل بيها دايما بروح على الانجل بخليها 80، وبروح على الراندوم بخليها 20، وبروح على السايز بخليها 20. كده تقريبا انا وصلت لاقرب شكل للقلم المشطوف او البوصه اللي الخطاطين بيكتبوا بيها. خلاص، ابدا بقى امسح كده الكلام ده وتعالى نكتب كلمه قال زومبي. تعالوا بس كده نبص عليها بصه كمان، الف واللام لوحدها. يلا بينا، ادي الالف وادي اللام، وبعد كده الزين او الزال، صح كده؟ بعد كده غبي. طبعا انا عارف ان الموضوع مش هيبقى سهل عليك ابدا في البدايه، خصوصا لو انت مش من الناس المتخصصين في كتابه الكاليجراف. بس انا عايزك تفتح الإليستريتور وتعمل بس الفرش اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي اعدادات الفرش اللي قلت لك عليها، وحاول تجرب. يعني ان شاء الله باذن الله اكيد كده كده في درس هيجي مخصوص للكلام ده، لكن قبل اي شيء لازم الاول تجرب بنفسك قبل اي سؤال. بعد كده نبتدي نسال ونشوف الموضوع بيتعمل ازاي. المهم بعد ما بخلص كده الكتابه بتاعتي، اهم حاجه بروح على الورك تول، بدوس على شيفت ار بيوديني كده على الورك تول اللي هي دي. الورك تول دي يعني بخليها كده 100 100 وبدوس اوكي. ممكن اصغرها حسب الاحتياج بتاعي. بروح على السهم وابدا امسك حرف حرف واعدل في الشكل بتاعه. بدوس كده على 2 كليك افصله عن الكلام، واروح على شيفت ار وابتدي ان انا اعدل شكل الحرف اللي هو مثلا محتاج كده عدله. الورك تول دي شباب يعني كانها كده بتقلب لك الحرف زي العجينه، تبتدي ان انت تشكله شويه لو في اي مشاكل. حلو. بعد كده بروح على اللام وابتدي ان انا برضه اعدل في الشكل شويه، يعني لحد ما ظبطت النهايات شويه. في هنا ديفو عايز يتظبط، ممكن كده بالفرشه واعيد كده الرسم كده عليها تاني، واروح تاني بالورب اهي وتصبت بس كده. خلاص، لسه هنحط النقطه هنا بتاعت الزين بس. جميل جدا. ممكن برضه نظبط النهايه دي. بعد كده بنروح بنفس الفرشه بنقلل السايز من 20 ل 10 علشان نبدا نحط التشكيلات بتاعتنا. التشكيلات بحطها ازاي؟ في حاجتين عندك، في حاجه اسمها التشكيل الاساسي وحاجه اسمها الحليات. ايه التشكيل الاساسي؟ اللي هي الفتحه، الكسره، الضمه، السكون، الحاجات دي انت بتعرفها من النطق. يعني هو اسمها قال زوغبي. فالزين هنا او ازاي يا جماعه يعني شوفوا هي اسمها ايه عشان انا بتلخبط. فيها ضمه زوغبي، غين فيها كسره. ممكن الياء الاخيره دي ممكن نحط لها نقطتين. تمام. فالتشكيلات الاساسيه انت بتعرفها ازاي؟ بتعرفها من طريقه نطقك للكلمه. طيب والحليات؟ الحليات دي
ليها كده قصه كده ثانيه هقول لكم ان شاء الله عليها بتتعمل ازاي. خلاص. فتعالوا كده نحط الضمه بتاعتنا مثلا. دي حاجه اسمها شاوله. ممكن نضيف هنا عين مثلا، او بلاش حديقة كتير، ممكن بس نضيف الكسرة. جميل. ممكن هنا نعمل تفاحة. خلاص الكلام ده ان شاء الله هنروح له كده ايه كله ان شاء الله بالتفاصيل، امتى بنحطه وليه بنحطه، لكن في الدرس الخاص بالطيب. المهم يعني احنا كتبنا كلمة بشكل بسيط سريع. تعالوا بقى نمسك كده الكلمة دي ونبدأ ناخدها دراج كده على الغلاف بتاعنا ونبتدي نحطها بالشكل ده. خلاص. شوف انت بقى الشكل اللي انت ايه شايفه مناسب ليك. محتاج تحطها مثلا فرونت كده بالشكل المعدول ده، ولا تحب تقلبها مع الاسم. انا شايف كده ايه هي كده شكلها ظريف كده وهي مقلوبه كده مع الورقه. عرضها كده شويه عشان تملى الورقه بتاعتك، وابتدي حطها برده كليب ماسك جوه الورقه. عشان لو انت عايز ايه تكبرها شويه، ممكن مثلا انت كشكل يعني او كحركه ممكن الاطراف تخش من جوه الورقه ونعمل لها شادوهات، او مثلا نخليها في وسط كده الورقه بالظبط. شوف انت الشكل اللي انت شايفه مناسب. اهم حاجه تبقى في نسبه وتناسب في الشغل. يعني ما تبقاش مثلا الكلمه كده اللي هي الورقه كلها فاضيه والكلمه في النص، او ما تبقاش مثلا الكلمه كده ما تبقاش مقريه معاك. خلي دايما في نسبه وتناسب، وخلي عينك مظبوطه كاحجام وكسكيلز على الشغل بتاعك وانت بتصمم. انا كده شايفها مناسبه. تعالى بقى نلونها. هنحولها لاير دلوقتي علشان نبتدي نلونها. هنقفل اللوك بتاع المساحه ونروح على اللون الاساسي ونجيب مثلا درجه من الدرجه البني اللي جوه الخلفيه دي. وزي ما اتفقنا يا شباب دايما باليتة الالوان اللي بنشتغل بيها بتكون متاخده من روح الخلفيه او من روح العناصر اللي انت بتشتغل بيها. ما تبقاش انت شغال الباك جراوندز بتاعتك مثلا في تون الوان وتبتدي تشتغل التوجهات في تون الوان تانية خالص. دايما خلي كله ميكس من بعضه وماتش مع بعضه علشان في الاخر تطلع حاجه شكلها فنيا حلو مريحه للعين. المهم هندوس اوكي. تبتدي ان انت كنترول الت ديليت هيملى معاك كده اللون بالطريقه دي. ممكن مثلا لو احنا قلنا ان الشمعه دي مصدر اضاءه، فلو هتنور مثلا معانا في الجزئيه دي فممكن ناخد نفس درجه اللون. نرجع كده نفتح شويه ونروح بالبرش ونفتح من المنطقه دي. يعني دايما يا شباب حتى الاضاءه والتفتيح ما يبقاش الموضوع معاك عشوائي. خلي دايما في مصادر اضاءه موجوده في الشغل، حتى لو مش موجوده معاك كستوك خليها موجوده معاك في دماغك. يعني لو مثلا مفيش الشمعه دي مفيش اي لايت انا حاطه، انت ابدا حط في الخلفيه بتاعتك مصدر اضاءه من دماغك. انا خلاص مقرر ان مصدر الاضاءه مثلا جاي من الشمال، مقرر ان مصدر الاضاءه جاي من اليمين، مقرر ان مصدر الاضاءه جاي من فوق. فكل الاضاءات اللي هحطها وكل الشدات اللي هحطها كلها في نفس الاتجاه بتاع الاضاءه اللي انا حطيته في دماغي. يا اما لو الخلفيه مساعداك ان هي فيها مصدر اضاءه معين، ابتدي ان انت تشتغل على مصادر الاضاءه بتاعت الخلفيه وابتدي تدمجها مع الشغل بتاعك. خلاص. ممكن كمان بعد الكلمه كده ما خلصناها نعملها مالتي بلاي بحيث مثلا انها تتشبع بالتكتشر الخفيف قوي اللي موجود في الورق. جميل جميل. بعد كده هو الغلاف ده بتاع دراسات اجتماعيه. برضو نفس الكلام. انت ممكن تكتب دراسات اجتماعيه كده هنا على طول باللون الابيض. مثلا انا هنا كان مثلا تعالى كان شكل الورقه دي كانت بالنسبه لي هنا كان في دوشه ياما قوي برضو في خلفيه، فما كنتش حابب ان الكلمه برضو تتحط بالطريقه دي. حبيت برضو ان احنا نفصلها بنفس الطريقه بورقه مختلفه. طيب عملنا الحركه دي ازاي؟ جبنا الورقه بتاعتنا العاديه وبدانا ان احنا نقص الورقه بالطريقه دي وكنترول سي في يعني كوبي بيست كده. انا خدت منها كوبي بيست. طبعا هي جوه الورقه لانها جوه الماسك. تعالى كده نطلعها بره خالص. بعد كده هتلاحظوا ان النهايه هنا شرب لان انا طبعا قصيتها، والنهايه هنا فيها شغل. طيب انا عايز النهايه دي زي النهايه دي. هعمل ايه؟ هاخد منها دوبليكيت وهبدا اقلبها بالطريقه دي وابتدي اركب كده الورقتين كده على بعض. انا عايز بس ايه اخد النهايه بشكلها حلو دي بحيث يعني تبقى الورقه كانها ايه مش مقطوعه.
ركبها كده عليها بشكل كويس بس، وابتدي شيل الزيادات بالطريقة دي بالجومة كده. بس كده يا شباب، وابتدي ادمج الاتنين مع بعض. بقت معاك بالطريقة دي، بدأت ان انا اعدلها كده عشان تبقى بس معايا عدلة. بدأت ان انا اصغرها كده شوية، ممكن تعدل كده الشكل بتاعها، اللي هو هتمسك الت وكنترول وشيفت وتبتدي تعدل كده شمال او يمين. خلاص، ونمطها كده شوية، نرجع نعوجها تاني مع عوجة الكلمة بتاعتنا ونركبها فوق الكلمة. ممكن مثلا نركبها من تحت الورقة، لو احنا مثلا مش عايزين نغطي على الكلمة أكتر من كده، ممكن نبدأ نركبها من جوه من تحت الشادو كده بالطريقة الحلوة دي. خلاص، بعد كده غيرت لونها علشان يكون في شوية بالانس في الشغل، ميبقاش كله كده نفس التون. رحنا مثلا للدرجة الرصاصي، رحنا كنترول الت ويو وجبنا اللون ده اللي هو الابيض الاسود، وابدا بقى اما من اللايتس كده، اما تبدا تغمق شويه، اما تبدا تفتح شويه. هذه الدرجه يعني تبقى الى حد ما متماشيه مع المود العام للشغل، المود العام بتاعك اضاءه خافته، فما تبقاش بقى الورقه الورقه تبقى فاتحه قوي كده، لا خلي برضو حتى اللون اللي انت عايزه برضو يبقى خافت شويه، كل حاجه تبقى ماشيه مع التون العام للاضاءه. تبتدي تدوس اوكي. بعد كده كتبنا كلمه الدراسات الاجتماعيه بالفونت بتاعنا اللي هو اسمه بريتا او اي فونت بقى انت حابه. اهم حاجه في اختيار الفونتات، بلاش الفونت بتاعك يبقى فيه لعب كتير. يعني احنا هنا مثلا كتبنا آلة زغبي فيها لعب، دي مخطوطه وفيها شغل طبعا تشكيلات. ما يبقاش بقى الدراسات الاجتماعيه برضو نفس الكلام. يعني دايما خلي حاجه تخدم على حاجه، زي ما قلنا كده في كل مره. لو احنا هنلعب قوي في عنصر، خلي العنصر اللي تحته او العنصر الثانوي يبتدي ان هو يخدم عليه، يكون مقري وواضح، وفي نفس الوقت ما ياخدش السبوت من العنصر الاساسي. ده الاساسي، ده اسم المذكره، ده الحاجه الاساسي معايا. انما الماده ده العنصر الثانوي، ده رقم 2 في الظهور، فما ينفعش يكون اخد نفس الشغل بنفس الاضاءات بنفس التون كده. انا ببتدي ان انا اشتت العين، يبص هنا الاول وهنا الاول، لا، يبقى هو بطبيعه الحال انا كنظريا كواحد هيبص على الغلاف ده هقرا دي الاول، بعد كده هبدا اقرا دي. ليه؟ واضح ان هي دي اللي واخده النور، واضح دي اللي هي واخده السبوت، ودي اللي بتخدم عليها. لكن لو دي بقت برضه فونت فيه شغل وفيه كعبله وفيه دوشه، هيبدا يحصل تشتيت في النظر. عشان كده انا دايما بحب اختار مثلا الفونت يكون بتاعي شكله حلو وفي نفس الوقت يكون مقري وواضح. حلو. هنحط بس كلمه فيه، ممكن كده نحطها في الزاويه كده ما بين اللام وبين الراء. وبما انها هي طلعت في الورقه الصفراء، يبقى يخليها تاخد من الالوان بتاعت الزغبي، ودي يبقى ليها الوانها لوحدها، اللون الاسود ده. بعد كده يا شباب بدانا نكتب اسمه، اعداد الاستاذ عبد الرحمن الزغبي. كتبت عبد الرحمن الزغبي بنفس الاسم بتاع بنفس الاسم بتاع الدراسات الاجتماعيه. طيب طبعا هنا برضو هتقول يا سيدي هنا برضو في دوشه، هل برضو هتحب ترجع تحط ورقه؟ انا بقول لكم لا بقى، يعني كفايه ورقه بقى لحد كده. يعني برضو ممكن نستبدل الكلام ده بشادو خفيف كده من تحت. هنفتح السلكشن بالطريقه دي، ونفتح لاير فاضي، ونروح على الاسود، ونروح على الجريدينت اسود في الفاضي، ونبتدي ان احنا نسحب شادو بالطريقه دي. تقريبا ده درجه الاسود مش مظبوطه يا شباب، تعالى بس نتاكد ان الاسود تمام. انزل كده لحد الاخر، وابتدي ارفع تاني. مظبوط. خلاص، خلي اعداد الاستاذ هي اول حاجه كده فوق عشان تبان، وابتدي نكتب اسمه على الشادو اللي احنا رسمناه. الشادو دوت اتدمج جوه الخلفيه، هدى شويه من التفاصيل اللي موجوده. لو احنا دلوقتي كتبنا اسم المدرس هتبان بشكل واضح جدا. خلاص. طبعا لو تلاحظوا ان اللون هنا بدات اخده برده من الوان الخلفيه اللي هي الفيروزي دي، تمام. فبرده ادي الالوان بتاعتي واضحه وصريحه اهي. بس هنا بقى ممكن اغير معاكم اللعب شويه، ممكن ان احنا نبتدي نشتغل اسم مدرس بنفس الطريقه كده، بحيث يرد على المخطوطه بتاعتي. طب اشمعنى احنا مش قلنا ان مش عايزين حاجه تسرق السبوت من هنا؟ بس هنا انا بدات افصل الكلام.
يعني هنا بالخطوط العاديه اللي انا حطيتها في النص دي بدات ان انا هفصل ما بين المخطوطه اللي فوق وبين المخطوطه اللي انا هحطها تحت. ورقم 2 كمان المخطوطه اللي هحطها تحت هتبقى صغيره جدا فمش هتخطف النظر من هنا، لكن هتدي معاك منظر وماتش مع المخطوطه اللي فوق. فممكن يا اما نكتب اسمه بايدينا عبد الرحمن الزغبي، يا اما ممكن برضو بشكل سريع نجيب فونت فيه لعب الى حد ما عبد الرحمن الزغبي، ما يبقاش فونت هندسي كده، لا يكون فونت فيه نوع من انواع الحركه، مثلا حاجه زي كده، بس يعني هنخليه بقى بولد شويه بحيث يبقى باين، ونبتدي نضيفه كده بالطريقه دي. هنروح ناخد درجه اللون بس نفتحها كده شويه عشان تبان. الفونت مش عاجبني بصراحه، تعالوا نشوف فونت تاني. هو في برنامج طبعا حلو قوي بينفع في اللحظات دي اسمه برنامج الكالك، لكن انا مش عايز يعني اتطرق معاكم تفاصيل كتير علشان ان شاء الله الورش الجايه تبقى اقوى مع الوقت. تعالوا كده نشوف كده فونت تاني. هو طبعا في برنامج حلو جدا اسمه الكالك بستخدمه في اللحظات دي، ده برنامج خاص بالمخطوطات العربيه، لكن باذن الله يعني مش هتطرق معاكم قوي لتفاصيل ياما في الورشه دي علشان يعني يبقى التطبيق اسهل عملي اكتر، لان ان شاء الله الورشه دي هتبقى ادفانسد قوي فيها تفاصيل ياما قوي. طبعا هنتكلم فيها عن برامج تانيه برضه مختلفه بتساعدنا ان احنا نطلع غلاف بشكل قوي. بس دلوقتي احنا هنروح مثلا لفونت زي الفونت ده الرقعه حلو قوي، واخد برضه من روح العربي، مميز. بس الفونت ده يا شباب على قد ما هو مظبوط لكن التفاصيل في السبيس بتاعته مش مظبوطه. يعني بصوا ما بين الحرف كده في تفاصيل يعني مسافات كبيره، فالفونت ده بالذات اللي هيستخدمه ما ينفعش تستخدمه وتسيبه بالطريقه دي. ده كده عك، انت خلاص كتبت الاسم وما شاء الله فونت شكله جميل، بتروح تحوله ليا، وقبل ما تحوله ليا ممكن تاخد منه دوبليكيت وتخفي كده على لو انت حبيت ترجع له عشان تعدل عليه، وتروح تخليه ريسترايز تايب، وتبتدي ان انت تقرب الحروف كده من بعضها بالشكل ده علشان تقرب من القاعده بتاعت الخط. خلاص، لان خط الرقعه، خط الديواني، خط الثلث، والخطوط اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها في الدروس المتقدمه شويه ليها قواعد ما ينفعش ان انت تخرج براها علشان يطلع الشغل في الاخر بشكل سليم. لكن دلوقتي انا عايزك تحكيني بس بشكل بسيط مش اكتر التطبيقات بتاعتكم، عايز اشوفها ان شاء الله، اما تبعتها لي على الماسنجر، سيب لك اللينك بتاع الفيسبوك تحت، يا اما ان شاء الله ممكن نكون في الوقت ده عملنا جروب نبتدي ان شاء الله احنا نبص على التطبيقات بتاعتكم ونبتدي ان احنا نعدلها سوا. المهم كده احنا ظبطنا الدنيا اهو، الموضوع كده بقى شكله اظرف بكتير، صحيح مريح للعين، فونت عربي لايق مع المخطوطه اللي احنا كاتبينها برضه العربيه، لكن بشكل اهدى ما خطفتش السبوت من على الزغبي، كمان الاسم مقري وواضح وكله تمام. بعد كده هنروح على الظهر بقى بتاعنا، نبتدي ان شاء الله ان احنا نشتغل في الظهر، فنشوف الظهر بيقول ايه. طيب يا شباب احنا كده تعالى بقى نرجع للظهر نشوف عملنا ايه. كتبت كلمه الزغبي بالانجليش وخليتها كده بطول الغلاف بحيث كده تدي منظر طولي شكله كويس. كمان الفكره من ان احنا بنعمل حاجه طوليه كده في الظهر بالشكل ده بتدينا فصل حلو عند الكعب، يعني مش بس شكل حلو، لا كمان فصلة الكعب يعني هي لها دلاله معينه. هنا الكعب بتاعي الغلاف لما هيجي هيتنى من عند الحته دي، فالحته دي لما يكون بدايتها التايبو واخد طولي كده بشكل كويس هتلاقي الفصله بتاعتك بعد البروسيس بعد التطبيق او بعد التغليف بتبقى شكلها حلو جدا. فاحنا كده كتبنا كلمه الزغبي بالطريقه دي، ورحنا مثلا جبنا اعلى بولد للخط عشان يبقى واضح كده، وبدأنا ان احنا نفردها في المنطقه دي، يا اما تخليها كده جوه البليد بتاعك جوه خط الامان بتاعك علشان بعد القص تبان كلها،
يا اما ممكن تتعامل معاها معامله الفيكتور او معامله الحليه، ان هي مثلا حاجه بتدي منظر خاص، ممكن نطلع بيها كده بره الاطار عادي مش مشكله، بحيث ان هي ممكن تتقص بعد كده من المنطقه دي، لكن برضه هيبقى يعني هتبقى منطوقه في الاخر. نخليها كده بالشكل ده عند بدايه الكعب، واديتها نفس اللون، لكن عشان ابين تفاصيل الخلفيه اللي حواليها بدات ان انا العب شويه في المود بتاعها. بدات كده اغير كده في البلند مود 1 2 3 لحد لما استقريت على مثلا حاجه شكلها كويس. مثلا فرضيا الشكل ده كده كان كويس بالنسبه لي، ممكن ان انا كمان اخفف الاوباستي مثلا شويه. حلو جدا كده. بعد كده حطيت QR كود اللي هو كان باعتهولي ارقام التليفونات بتاعته. ساعات العملاء مش بيكونوا عندهم QR، بس هو نفسه يحط QR. هقول لكم كام موقع كويسين جدا. كمان ادوبي كمان عامله نفس الاكستنشن في البرنامج بتاعها. هقول لكم برضو التفاصيل دي ان شاء الله في الدروس اللي جايه. لكن تعالوا دلوقتي اختصارا للوقت علشان ما نطولش في الدرس ده اكتر من كده، نحط الداتا كده بتاعتنا كده. بس باقي حاجه بسيطه جدا، احنا ممكن ايه نعمل بس تايب وكمان كده بسيط هنا في المنطقه دي، ويبقى كده احنا خلصنا الغلاف بتاعنا. بس علشان المنطقه دي كلها تفاصيل كده زي ما انتم شايفين، لايتس كتير هنا، كتب ياما، الشخص ده، فلو كتبنا كلمه هنا هيبقى فيه زحمه كبيره. فاحنا ممكن برضه ناخد نفس الشادو الحلو ده ونديله واحده كده دبليكيت من فوق في منطقه الظهر بس. يعني لو انت شايف ان هو في الوش هنا مديك منظر تمام، مش محتاج المنظر ده، ممكن نقط كده من هنا بس ويكفيني في الجزء بتاع الوش. ومثلا ممكن ناخد كلمة الزغبي، او مثلا ناخد اسمه هو عبد الرحمن الزغبي، مثلا نكتبه بالانجلش في الحتة دي. تعالوا بقى ناخد الزغبي دي نكبرها كده علشان تبقى بالتوازي مع كلمة عبد الرحمن. نروح على الكاركتر ونبتدي ان احنا نقربها كده من الكلمة بالشكل ده. ممكن مثلا نغير لونها للون برضو الفيروزي الحلو ده، ونخلي عبد الرحمن بالابيض ونكبرها كده شوية. ممكن كمان نكتب كلمة مثلا هيستوري بوك أو سوشيال ستاديز اللي هي دراسات اجتماعية، أيا يكن الحاجة اللي هتكتبها. ممكن تدي لمسة برضو شكلها حلو في التايب. ممكن مثلا نجيب حاجة فيها حركة. تعالوا كده أقول لكم الميكس اللي أنا بحب أعمله ما بين الاسم لما يكون بولد والكلمة اللي بتخدم عليه اللي هي اسم المادة مثلا، أو الكلمة رقم 2، الكلمة الثانوية في الشغل، بنخليها فيها حركة كده بسيطة، حاجة مثلا زي كده. وبرضو وقفها برضو كده، وابتدي ان انت مثلا اعمل لها ماتش مع الكلمة كده بالطريقة الحلوة دي. بكده الزغبي هيستوري عطت معاك منظر شكله ظريف جدا، ونقلت معاك شكل التايبوهات برضو في حتة تانية. وبكده يا شباب نكون خلصنا درسنا ده. طبعا ممكن احط هنا صورة، بس انا بصراحة مش بحب الصور قوي، الحاجات دي بتبقى بطلب العميل نفسه. لكن انا شايف هنا كده الغلاف طلع معانا بشكل حلو جدا. لو هتلاحظوا ان الشغل اللي انا مجهزه لكم والماتيريال اللي انا مجهزها يعني دايما الحمد لله ممكن كمان بنطلع بنتائج افضل. وهي دي يعني من الحاجات اللي بحبها جدا في التصميمات، ان محدش يزعل يا شباب لما تصميم مثلا انت تعمله يروح منك، لما تيجي تعمله تاني هتلاقي نفسك انت بتكريت حاجات شكلها افضل بكتير، شكلها احلى بكتير. لو انت وصلت معايا لحد هنا فانا سعيد ان انت بتسمع للاخر، مبسوط منك ان انت فعلا عايز تطبق وعايز تعلى مستواك. انا مستني اشوف التطبيق بتاعك على الجروب او تبعته لي في الدي ام في الماسنجر على الفيسبوك. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك ان شاء الله الدروس اللي جايه. عايزك تتابع السلسله دي بشكل قوي. مستني رايك في الكومنتات، لايك وشير.
ودعمكم بيفرق معايا جدا 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 جدا، وهو اللي بيشجعني ان شاء الله انا اكمل لكم الدروس اللي جايه. اشوفكم على خير باذن الله في درس جديد وغلاف جديد. كان معاكم محمد هشام، مع السلامه.